البنت دي كل يوم تروح المدرسة متأخرة، وكل يوم تتعاقب من المدرسين علشان بتيجي متأخرة، وبقى منظرها وحش في وسط زمايلها. كل يوم تدخل المدرس يعاقبها وتدخل على حصتها، لغاية لما في يوم من الأيام المدرسة بتاعتها كانت ماشية في الشارع قريب من بيت البنت دي، فشافت حاجة غريبة جدا. شافت البنت بتجهز أكل، وبعدين أخدت الأكل ده ودخلت بيه على بيت وبتسند جدها، راجل كبير في السن، بتفطره وبعدين بتلبس علشان تروح مدرستها. عرفت وفهمت ان البنت دي يتيمة، ما عندهاش اب ولا ام، لكن عايشة مع جدها، وجدها راجل كبير في السن، فبتفطره وتأكله وبعدين تروح على مدرستها. في اليوم ده المدرسة وصلت قبل البنت، فالبنت داخلة علشان تتعاقب، فالمدرسة قالت لها انت ما تستحقيش العقاب، انت تستحقي التكريم. البنت دي كانت محتاجة ان حد يحس بيها، ومحتاجة تحس بالحنان والامان والرحمة، ولقيته عند المدرسة دي.